السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل عصير بلح أو عصير التمر بأي نوع فاكهة من ده. يلا نشوف. يعني ممكن أعمله بالكيوي، ممكن أعمله بالكنتالوب، ممكن أعمله بالموز زي ما أنا عايز. تمام. بس هنعمل مشروب حلو مفضل للكل. احنا في شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل عصير البلح، هنعمله بالشهد. يلا بينا ونشوف طريقة جميلة وحلوة ومشروب حلو. انا قشرت الموز والكيوي معانا كوباية لبن، والبلح ده كوباية بلح او تمر. دي كان ناشف وانا خمرته حوالي 5-6 ساعات من بالليل. ويلا بينا. معانا طبعا موز ومعانا شهد او كنتالوب. ويلا بينا يا قشطة علشان نعمل اجمل وافضل عصاير في رمضان. يلا بينا نشوف الطريقة الجميلة. معانا اول حاجة الخلاط بتاعنا. هننزل بالبلح او التمر اهو. بسم الله. دي لازم يتخلط الاول. تمام كده يا بنات. بسم الله. دي تمر انا مخمره بقاله 5-6 ساعات. هنضربه الاول. طبعا عشان صوت الخلاط هضربه وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. بعد ما ضربت البلح او التمر بحط له زهرة الكيوي. بسم الله. بحط له نص كوباية سكر، وبعدين ابدأ اضرب. ده حاجة جميلة وحلوة. بعد ما ضربت الكيوي مع البلح او التمر بنزل عليه بالموز اهو. الموز والكنتالوب. بسم الله. اعملي حاجة مش تستعجلي. ده عصير البيت كله هيشرب منه. ويا رب تكون الحلقة تعجبكم. بنزل كده بالكنتالوب. اعملي العصير ده وادعيلي في شهر رمضان الكريم. حاجة جميلة وحلوة هتفرحي ولادك وجوزك بيه. خضرة. هنزل بالموز انا قطعته طبعا. بسم الله. هضرب الموز. دي اخر حاجة. وكده احنا عملنا طريقة عمل عصير البلح بالكنتالوب. بسم الله. شايفين حاجة دسمة كده وحلوة. اعملي العصير ده لأولادك وجوزك في شهر رمضان وادعيلي يا قشطة. كل سنة وانتم طيبين. دي عصير تمر بلح او تمر بالكيوي والموز والكنتالوب. حاجة جميلة كده وحلوة. وبسم الله ما شاء الله. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. حاجة جميلة كده وحلوة. فرحت ولادك بيها ومغذية. دي عصاير رمضان سهلة التحضير. تمام يا قشطة. شايفين الجمال اهو. بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة وحلوة. ايه رأيكم؟ وطبعا عملت كمية كبيرة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اهو. طريقة عمل عصير البلح بالكنتالوب والموز والكيوي في شهر رمضان الكريم. تمام يا قشطة. افضل عصير في رمضان اهي يا قشطة. حاجة حلوة وهتفرحي ولادك بيها ومية مية. تمام. يلا في رعاية الله وامنه. كل سنة وكل رمضان سعيد ومبارك عليكم. لو عجبتكم الحلقة يا جميل امان عليكي دوسي لايك او اكتبي لي كلمة طيبة بتدعموني بيها.
يا أطيب ناس أنا عرفتها، في رعاية الله وأمنه.